يأكد مراسل الحياة الآن نقلا عن مصادر بهيئة قناة السويس انتظام حركة الملاحة في الاتجاهين وعدم صحة الأنباء اللي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بإغلاق حركة الملاحة أمام السفن العابرة لقناة السويس. وبالفعل أيضا احنا بينضم لنا على الهواء مباشرة زميلنا أحمد الجمال علشان نعرف منه آخر تطورات هذا الخبر وغيره من التطورات في بورسعيد. أحمد، مساء الخير. مساء الخير ياسمين. عايز أعرف منك آخر التطورات في بورسعيد الآن. بالفعل عدى اليوم بالأمس على خير والهدوء بيسود بورسعيد؟ نعم ياسمين، بالفعل اليوم تشهد بورسعيد وميدان الشهداء ومحيط مديرية الأمن هدوءا كاملا بعد إطلاق الحكم أو يعني إقرار الحكم وصدور أحكام بالبراءة على آخرين وبالسجن المؤبد وغيره من الأحكام. يعني ساد الهدوء بالكامل منذ صباح أمس عقب إطلاق الحكم بشكل مباشر، ويتجمهر الآن عدد من الأهالي في ميدان الشهداء ببورسعيد، وقالوا أنهم سيستمرون فيما وصفوه العصيان المدني لحين حصول أهالي المدينة على حقوقهم التي قالوا عنها أن أهمها هو اعتبار ضحايا 26 من يناير و27 من يناير شهداء ثورة وضرورة القصاص من المتسبب في قتل أبنائهم. أود أن أقول ياسمين أيضا أن اللواء أحمد وصفي عندما أكد أن مؤسسة القوات المسلحة هي مؤسسة قتالية وليس لها علاقة بالأمن الداخلي في بورسعيد، وقال أن مؤسسة القوات المسلحة لن تحل مطلقا محل وزارة الداخلية في بورسعيد. أدى ذلك إلى تساؤل يتردد بين أهالي بورسعيد، يعني هل هناك موعدا زمنيا لوجود الجيش ثم رجوع الشرطة إلى مهمتها الرئيسية في بورسعيد؟ هذا التساؤل يتردد على ألسنة أهالي بورسعيد. هل الحالة الأمنية في الأيام المقبلة ستظل على ما هي عليه في هذه الحالة التي انسحبت منها الشرطة؟ يعني هذا هو التساؤل المهم الذي يدور على ألسنة أهالي بورسعيد. ولكن يعني هناك مجموعات في ميدان الشهداء قالوا أنهم مستمرين فيما وصفوه اعتصامهم المدني لتحصيل مطالب الأهالي. غير هذه التجمعات أحمد وبعد سيطرة القوات المسلحة على الوضع في بورسعيد، نقدر نقول الحياة رجعت لطبيعتها إلى حد ما؟ يعني المصالح الحكومية بتشتغل بشكل عادي وباقي مظاهر الحياة في بورسعيد بدأت تعود، ولا لسه الحال إلى حد ما يعني مضطرب؟ نعم، إلى حد كبير نستطيع أن نقول أن الحياة في بورسعيد يعني تسير إلى حد ما بشكل مقبول، ولكنها لم تعد يعني كما كانت قبل النطق بالحكم قبل 26 من يناير الماضي. يعني عدد كبير من المحال التجارية أغلقت أبوابها تماما، وعدد كبير من المصالح الخاصة أغلقت أبوابها تماما نظرا لحالة التوتر التي تعيشها المدينة، في الوقت الذي أكد فيه كل أهالي المدينة أنه من بداية الاعتصام المدني في بورسعيد أنه لم يتم التوجه إلى مؤسسة أو رشق بالحجارة أي مؤسسة، وقالوا أن هذه الاشتباكات التي تجددت بسبب نقل المتهمين في 3 مارس الجاري. قالوا أن ذلك هو السبب الرئيسي في تجدد الاشتباكات فقط، أما عصيانهم المدنية فكان سلميا وكان حضاريا كما وصفه اللواء أحمد وصفي في البيان الذي تلاه منذ قليل. نعم، بشكرك شكرا جزيلا زميلنا أحمد الجمال على الهواء مباشرة من بورسعيد. شكرا على التفاصيل.